السلام عليكم، أنا أسماء وده سلسلة فيديوهات عن ال UX UI design بعلمكم فيها يعني إيه UX UI design وتشتغلوا في المجال ده ازاي وأساسيات التصميم. الفيديو ده هتكلم عن ال components وده تالت فيديو في سلسلة فيجما. لو ما شفتوش أول كام درس فروحوا شوفوهم لأن هما مهمين، بتكلم فيهم عن أولا ازاي تنزل فيجما عندك على اللابتوب بستودنت اكونت كامل من غير ما تدفع اي فلوس. بتكلم عن اساسيات فيجما وكل التفاصيل بتاعه فيجما، يعني شرحت التولز بتاعه فيجما كلها واحده واحده. ولو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات بالذات اللي هو عن الاوتو لاي اوت لازم تشوفوه، عشان النهارده هنستخدم اوتو لاي اوت ومش هتعرف تشتغل قوي باللي احنا هنعمله النهارده لو ما بتعرفش تعمل اوتو لاي اوت وكل حاجه عن الاوتو لاي اوت. فبليز وقف الفيديو ده، روح شوف الفيديو اللي عن الاوتو لاي اوت وبعدين تعالى ارجع كمل الفيديو ده. النهارده هشرح يعني ايه كومبوننت وبنستخدمه في ايه، وبعد كده هعلمكم ازاي نعمل كومبوننت ونعمل له فاريانتس ونعمل له بروبرتيز. تعالوا نبدا بيعني ايه كومبوننت. اول حاجه انا اخدت سكرين شوتس من ابلكيشن طلبات وحطيتها على فيجما بالحجم الحقيقي مش الحجم اللي بينزل لك من السكرين شوت، عشان ده بيكون مش الحجم الحقيقي، وانا شرحت الكلام ده في الفيديو اللي فات. ثانيا انا مش بروج لطلبات ولا اي حاجه يا جماعه، بس هو ابلكيشن ناس كتير بتستخدمه فقلت استخدمه كمثال عشان هتكونوا عارفين الواجهه بتاعته عامله ازاي. تعالوا مثلا نبص على السكرين شوتس دي، هنلاحظ حاجه، هنلاحظ دايما في اي ابلكيشن ان دايما شكل الزرار بيكون هو ثابت في الابلكيشن كله، سواء كان في طلبات او اي ابلكيشن. زي ما انتوا ملاحظين الزرار دايما بيكون لونه برتقاني، وده لون البراندنج بتاع طلبات. تمام، فدايما الزرار بيكون بنفس الشكل. لاحظت برضو ان في زراير تانية نفس الابليكيشن يمكن شكلها مختلفة شوية، يعني مثلا دول الكلمة في النص، انما ده في كلمة على اليمين وكلمة على الشمال، والزرار ده شبهه ولكن هو تحسه كده معمول له اوتلاين، او ان هو مش نفس التصميم قوي بس في حاجات تشابهات. هل دول نفس البطن؟ هل كل الزراير دي هل هي نفس الزرار ولا زراير مختلفة؟ مبدئيا هي نفس الزرار. احنا دلوقتي لما بتيجي تعمل اي تصميم سواء كان ابلكيشن او ويب سايت، فلما بتعمل عنصر فيه زي الزرار ده مثلا او زي الكارد اللي هو بيكون فيه كارد كده من فوق بيكون مكتوب فيه اسم المطعم وصورة بتاعت لوجو المطعم وشوية وصف من تحت ونفس التفاصيل، ودايما فيه سهم هنا، فهي حاجات ثابتة كأنها تمبلت كده. اوكي، التمبلت دي بقى لما نشوف حاجة بتتكرر، التمبلت دي هي الكومبوننت عبارة عن تمبلت. اوكي، فانا بعمل التمبلت الرئيسية وبعدين بقعد اكررها. الفرق ان انا دلوقتي الكومبوننت الاساسي اللي هو التمبلت الاساسيه لو غيرت فيه كل الامثله بتاعته في الابلكيشن كله، حتى لو عندي 100 سكرين انا عامله لها ديزاين هيتغير في كله. طب تعالوا نشوف الكلام ده في الحقيقه. انا مثلا عملت الكومبوننت ده اوكي بتاع البطن، انا مثلا عايزه اغير لونه. اوكي، فبصوا اللي هيحصل في كل الأمثلة بتاعته لما أغير لونه. شايفين لونه بيتغير في كل الأمثلة، أنا مش محتاجة أروح لكل واحد وأغير اللون بتاعه. ليه التمبلت دي مهمة جدا؟ لأن أنا دلوقتي لو عندي مثلا الزرار ده متكرر في كل سكرينة، واحنا بقى هيكون عندنا سكرينات كتير لما تشتغل على مشروع حقيقي، فانا مثلا رحت هنا وما عجبنيش مثلا المسافة. هقول لكم حاجة صغيرة، المسافة مثلا هنا 12. اوكي، انا مثلا عايزه اوسعها شويه، فانا هغيرها كده. فانا هاجي هنا واغير الاوتو لاي اوت اللي انا علمت لكم ازاي تعملوه في الفيديو اللي فات، واخليها مثلا 24. اوكي، انا عايزه المساحه هنا تبقى واسعه كده شويه. اوكي، انا مثلا عاجبني كده. هروح هنا بقى في الباقي الاقيها ما اتغيرتش، الاقيها لسه زي ما هي 12. بصوا 12. هقعد بقى ان انا اغيرها واحده واحده، فاكيد لا، مش هنقعد نغير كل زرار في الابليكيشن كله، نقعد نروح لكل سكرينه ونغير المسافة أو نغير اللون أو نغير الخط. ده ما بيحصلش، لأن أولا ممكن تنسى واحدة منهم فيبقى في inconsistency في الديزاين بتاعك. في ناس كتير بتبعت لي التصاميم بتاعتها ألاقي إن هما في سكرين الزرار الدوران اللي فيه في حتة دوران صغير والتاني الدوران باين إن هو كبير قوي، اللي هو ده مش هو ده. فأنت ما ينفعش في كل حتة الزرار يقعد شكله يتغير كده، مش الزرار بس، أي حاجة تاني، سواء كان كارد سواء كان تكست سواء كان أي حاجة. عشان كده بنستخدم التمبلت او الكومبوننت. يعني بصوا مثلا انا الكومبوننت اللي انا عاملاه ده بتاع الزرار، فبصوا ايه اللي هيحصل لو انا غيرت اي حاجه فيه. انا هغير مثلا اللون هخليه ازرق، فشايفين كله بيتغير في كله. انا بغير اللون في كله بيتغير، مش اللون بس، انا ممكن كمان ادخل هنا مثلا
واغير المسافه دي اخليها مثلا كده، فهلاقي ان هو في كله اتغير. فانا بغير مره واحده بيتغير لي في كل الامثله اللي انا عاملاها في الابلكيشن، مش بس طبعا في الباتنز، لا في الكروت كمان. يعني شايفين الكارت ده مثلا، فانا مثلا لو انا عايزه لون السعر ما يبقاش اخضر، عايزاه يبقى اسود، فانا هروح هنا في الكومبوننت اللي انا عاملاه واغير اللون اخليه اسود. هروح هنا هلاقيهم كلهم اتغيروا. طب انا عايزه كلمه اي جي بي تي اغيرها اخليها واضحه اكتر من كده، السودة كبيره. فبصوا بقى، انا لو غيرتها من هنا من المثال خليتها اسود وخليتها ادخن، الباقيين ما اتغيروش ليه؟ عشان انا بغير في الانستنس اللي هو المثال، او المثال من الكومبوننت الاصلي. انا ما غيرتش في الكومبوننت الاصلي لسه شكله كده. فدي حاجه مهمه جدا، ما تغيروش في الانستنس، احنا لازم نغير في الكومبوننت الاصلي. فانا هروح هنا واغيرها واخليها مثلا سيمي بولد، وتعالوا كمان نحط قبلها علامه بلس. تعالوا بقى نشوف هنا كلهم اتغيروا. فدي اول حاجه مفيده من الكومبوننتس، ان احنا بنبقى عندنا consistency يعني ثبات. يعني انا بيبقى عندي سواء شكل الكارت او شكل الزرار او شكل ايا كان، بتبقى دايما هي ثابته في الابلكيشن كله. دي اسمها consistency. ولازم الاكسبيرينس اللي انت بتعملها ديزاين تبقى seamless، يعني اليوزر وهو بيستخدم الابلكيشن كده ما يحسش فجاه ان كل حاجه اتغير. لو شاف الزرار ده في اي حته هيحس ان هو ده بتاع طلبات، خلاص هو عقله ربطه بالبراند دي. هل الكونسيستنسي الفايده الوحيده للكومبوننتس؟ لا، في كمان حاجه اسمها فاريانت. يعني ايه فاريانت؟ يعني انا مثلا الكارت ده مثلا انا عايزه اشوف شكله ايه لما الناس تعمل له سيلكت او تدوس عليه. فاروح هنا على جنب وهشوف البروبرتيز اللي انا عملتها وهوريكم ازاي نعملها. هدوس هنا على علامه على enabled واخليها سيلكت. فانا دلوقتي شايفه شكله لما الناس بتعمله سيلكت، مش هقعد برضو ان انا اعمله ريديزاين تاني. طب انا هنا مثلا عايزه اغير صوره الساندوتش دي، فمش لازم اروح اقعد ابنيها تاني. لا، انا ممكن اروح هنا فاريانت اللي هو الايمج اللي انا عملته، واختار اي صوره انا عايزاها. اختار الصوره واغير كمان الكلمه من هنا من بروبرتي انا عاملاها للكلمه، واغير السعر مثلا خليها 35 جنيه علشان لو الحواشي ب 14 جنيه فدي مصيبه. فشايفين بكل سهوله انا بغير كل حاجه من على جنب، وبكده انا اضمن ان الخط والابعاد وكل حاجه هتفضل ثابته هي. فبالتالي برضو مره تانية بضمن الكونسيستنسي وان شغلي بيكون اسرع. هل في فوائد تاني للكومبوننت؟ طبعا في فوائد. انا لما بعمل كومبوننت، لما تشتغل في شركه كبيره باذن الله، الكومبوننتس دي هي اللي بتبقى في الكود. اوكي، يعني الديفلوبرز بيبقى عندهم الكومبوننت سهله، فما باجي اعمل سكرينه جديده او فيتشر جديده انا بستخدم كومبوننتس اوريدي موجوده عندي. فالديفلوبرز مش بيقعدوا يعملوا ديزاين، مش بيقعدوا يعملوا كود لحاجه من اول وجديد، لا هم بيبقى عندهم اوريدي جاهزه وثابته في السيستم. طيب تعالوا بقى نشوف نعمل الكومبوننت ده ازاي، ونعمل له variants ازاي، ونعمل له properties ازاي. تعالوا نبدأ بالبutton، لان ده اكتر كومبوننت هنحتاجه لما تيجي تعمل اي ديزاين. اول حاجه ايا كان الابلكيشن اللي انتوا هتعملوا له ديزاين، لاحظوا شكل البutton فيه عامل ازاي بكل اشكاله وانواعه. يعني انا مثلا لاحظت ان هو دايما بيبقى لونه برتقاني وبيبقى مدور، وساعات بيجي بكلام كتير وساعات بيجي بكلمه واحده. فانا ده هسميه primary button او الزرار الاساسي، لان ده الزرار الاساسي. بس ساعات بيجي لي شكله كده، اوكي، اللي هو ثانوي، يعني هو مش اساسي. يعني الصفحه دي مثلا بتاعه التشيك اوت، اكيد الهدف منها او الحاجه الاساسيه ان انت تعمل تشيك اوت. الحاجه الثانويه ان انت ممكن تزود ايتمز في الكارت بتاعتك. فالزرار الثانوي ده هنسميه secondary. انا كده عندي نوعين من الزرار، عندي primary وعندي secondary. الانواع دي اسمها ايه؟ اسمها variants. اوكي، هي دي الفاريانت. فانا عندي ده وعندي ده. اوكي، طب تعالوا نعملهم كده مع بعض ونشوف هيطلع معانا ازاي. اول حاجه زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا هنبدا بان احنا نعمل auto layout، ندوس تكست ونكتب اي كلمه عايزينها. نكتب كلمه label مثلا، وبعدين shift A فده يعمل لنا auto layout. هنعمل له fill، نغير
لون التكست وسمك التكست وحجم التكست. اوكي، نبدأ نزود له بادنج يمين وشمال زي ما علمتكم في الدرس اللي فات لما يكون بالطريقة اللي أنا عايزاها. هل ده شبهه؟ I think إن هو ده شبهه جدا. طيب يعني احنا كده جاهزين إن احنا نعمله component. هنعمله component ازاي بقى؟ هنروح هنا فوق على اليمين. لا استنوا، نسيت حاجة مهمة جدا. هنسمي اللاير، هنسميها button. اوكي، ما تنسوش تسموا اللايرز يا جماعة بجد، لو عايزين شغلكم يبقى بروفيشنال والدنيا ما تبصش منكم سموا اللايرز. بعدين هروح هنا فوق على اليمين هلاقي هنا علامة create component، هدوس عليها كده. احنا عملنا component. نقدر دلوقتي نسحب منه instances يعني امثلة من التمبلت الاساسية دي. طبعا احنا لو عايزين تعمله في التصميم مش هناخده هو ونحطه في الديزاين، لا احنا هناخد نسخة منه او شيفت ونسحب نسخة منه. بصوا العلامة بتاعته في layers عاملة زي الدايموند كده بس فاضية من جوه، ده instance. اوكي، ممكن اسحب منه اي بقى عدد انستنس انا عايزاه. البutton ذات نفسه، الكومبوننت ذات نفسه ما ينفعش اكرره. طبعا انا لو غيرت فيه دلوقتي، تعالوا نختبره كده شغال ولا لا. لو غيرت لونه هل هيتغير في كل الانستنس بتاعته؟ شايفين بيتغير في كل حاجة. لو غيرت البادنج او الارتفاع بتاعه برضو هيتغير. اوكي، فانا كده شغال عندي. لو غيرت في الانستنس هيتغير في الباقي؟ لا مش هيتغير في الباقي زي ما قلت لكم قبل كده. فده عندي الزرار البرايمري. لما بنيجي نشتغل هنعمله مرة واحدة وبعدين نسحب منه بقى انستنس ونحطه في الديزاينز كلها. اوكي، وبعدين نبدأ نعمل فيه نغير فيه زي ما احنا عايزين من غير ما نفصله. ولو رحنا هنا في الاسيتس هنلاقيه موجود هنا عندنا في الاسيتس. يعني احنا لو بعيد عنه مثلا وبنعمل ديزاين لحاجة ممكن تروح للاسيتس وتسحب انستنس من الاسيتس على طول. الاسيتس دي بيكون فيها كل الكومبوننتس اللي انت عملتها. كل ما تعمل كومبوننت هتلاقيه ظاهر هنا، وانستنس اللي هو المثال. طيب تعالوا نعمل الفاريانت التاني اللي هو اسمه secondary، ده اللي احنا قلنا عليه عشان هو ساعات البutton بيبقى شكله كده وساعات بيبقى شكله كده. add items. اوكي، فهنعمله ازاي؟ هنروح للكومبوننت الرئيسي وهنلاقي هنا علامة مكتوب عليها add variant، هندوس عليها وهتلاقيه ان هو كرر لنا الكومبوننت. واول حاجة بيقولك تغير اسمه هنا، فهنسمي secondary، والاولاني هندوس عليه ونسميه primary. يبقى احنا كده عندنا اتنين variant primary و secondary. نغير كلمة property دي هو بيحطها كده هنسميها variant. اوكي، يبقى كده عندي primary و secondary. تعالوا نغير في السكندري، نشيل اللون منه ونحط له ستروك ونغير التكست اللي جوه نخليه اسود كده. بقى شبه ده؟ بقى شبه ده جدا. انا هغير كلمه تشيك اوت دي وهخليها ليبل. اوكي، علشان بعد كده نبقى نغيرها براحتنا بقى. فانا دلوقتي عندي اتنين. طيب انا دلوقتي رحت للاسيتس. اوكي، ما لقيتش غير اللي عندي ده اللي هو الاولاني. ليه مش شايف التاني؟ هو انت مش هتشوفه عشان ده مش بutton لوحده، ده يدوب فاريانت من البutton الرئيسي. انت عادي ممكن تسحبه. لو سحبته بقى هتلاقي هنا على جنب لسته فيها primary و secondary، ممكن تعمل سويتش ما بينهم بقى براحتك. فكده احنا عملنا variant، ممكن نعمل primary وممكن نعمل secondary. طيب انا دلوقتي لاحظت ان البutton ده معقد شويه، فيه تفاصيل اكتر. فانا هروح همسك الرئيسي وهبدأ ان انا اغير فيه لحد ما يكون شبه ده، وبعدين هوريكم هنخليه ازاي ما بين الاتنين. طيب انا دلوقتي عدلت البutton ده لحد ما بقى شبه ده. طيب انا دلوقتي لو سحبت منه انستنس وعايزاه يكون فيه كلمة تشيك اوت بس، هعمل ده ازاي؟ دلوقتي هيجي دور properties. اوكي، اللي هي اخر جزء في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. properties دي معناها ان انا ممكن اعمل شويه settings للكومبوننت ده تخليني ان انا من على جنب هنا اغير فيه اي حاجه واغير شكله بطرق بسيطه جدا بحيث ان هو يديني كذا شكل. اول حاجه هنتعلم حاجه اسمها البوليان property. يعني ايه بوليان معناها yes او no، اي حاجه yes او no او false or truth. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ بصوا، هو انا دايما بؤمن ان الامثله هي افضل طريقه شرح، فتعالوا اوريكم نعملها الاول واوعدكم ان انتوا هتفهموا على طول يعني ايه boolean property. نشوف ايه اللي هيحصل لو انا كتبت هنا بدل primary
سميته yes، تاني سميته no. بصوا لما ادوس على الزرار ظهر بقى عندي هنا العلامة دي، اوكي؟ فانا ممكن اعمل سويتش ما بينهم بالعلامة دي، بدل ما كان في الاول انا عندي لستة بختار primary او secondary. ممكن كمان اسميه true وهنا اسمي ده false، برضو نفس الموضوع، هيعمل لي علامة السويتش دي كأنها بتاعت زرار النور، يا ده يا ده. فبوليان معناها ان انت yes او no او true or false، يعني ان انت بتختار يا ده يا ده، اوكي؟ مفيش لستة، يعني ما ينفعش اعمل واحدة تالتة، ما ينفعش اعمل اختيار تالت، هو يا ده يا ده. لو انا عندي اكتر من 2 مش هينفع ان انا اعمل الفاريانت ده يبقى بوليان. طبعا انا مش هستخدم بوليان، انا هستخدم فاريانت عادية خالص اللي هو نوعين بس. ممكن استخدم بوليان في حاجة تاني، مثلا ان السعر مثلا هو يا اما في سعر يا اما مفيش سعر، فانا همسكه هنا وهروح على الابييرنس وهدوس على apply variable او property. الابييرنس دي معناها ان اللاير ظاهرة او مش ظاهرة. انا لو عملت hide او هنا من على اللاير علامة العين دي لو عملت لها hide ده مش معناها ان هي اتمسحت، هي ما اتمسحتش، هي موجودة لسه بس انا بس عاملة لها hide، اوكي؟ فانا ممكن اعمل البروبرتي بطريقتين، يا اما هروح على العلامة دي create property وادوس x وبعدين هدوس هنا boolean، اوكي؟ boolean ده هسميه هو عامل لي على طول ان هو true مثلا، فهسميه price. بعدين اختار السعر ولازم اربطه، ادوس هنا على علامة apply property واختار البوليان اللي انا عملته. مرة تاني انا في الاول امسك الكومبوننت كله وهدوس هنا على علامة البلس عشان انا عايزه اعمل له بروبرتي جديد. ادوس بلس هو موريني انواع البروبرتي، في فاريانت، في تكست، في بوليان. احنا عرفنا الفاريانت خلاص، اوكي؟ هندوس على بوليان فهيقول لي اسميها ايه، انا هسميها الاسم اللي انا عايزاه وبعدين هي بتظهر بس في الابييرنس، مش هتظهر في حاجه تاني. فانا هدوس هنا برايس. في طريقه تانية برضو ان احنا نعملها، نروح على اللاير بتاعه البرايس دي الاوتو لاي اوت ده وندوس على علامة apply variable أو property من هنا وندوس على علامة البلس هنا، هيدينا نفس الموضوع، هيطلع لنا كده ونسميها مثلا show price، اوكي؟ هو هنا بيديني هي property ولا variable، نخليها property show price create. فانا لما اجي امسك بقى الانستنس بتاعي، الانستنس بصوا فاكرين كان في هنا primary و second، ظهر برضو هنا show price on ولا off، اوكي؟ ممكن اظهرها وممكن اخفيها. تعالوا نعمل نفس الكلام في الرقم، اوكي؟ في الرقم ده اروح هنا واخليه show number. هنمسك الانستنس هنلاقيه ظهر هنا برضو تحتها تحت show price ظهر بوليان تاني اسمه show number، اوكي؟ فانا كده ممكن ايه اخليهم الاتنين ظاهرين، ممكن اشيل ده وممكن اشيل ده كمان، او ممكن اشيل واحد بس، او ممكن اخلي البرايس بس اشيل النمبر، اوكي؟ فدي فايدة البروبرتيز، فبتديني ان انا انواع كتير قوي من نفس الحاجة في نفس الكومبوننت. يعني انا مش محتاجة اعمل كل دول، انا عملته خلاص هو مرة واحدة وبيطلع لي منه كل ده نفس الكلام برضو. ممكن احط فيه برايس، ممكن احط فيه حاجات بس احنا مش محتاجينه لان هو ده انا لاحظت في الابلكيشن ان هو دايما بيجي من غير اي انفورميشن تانية، فمش محتاجين نعمل. وممكن اغير الفاريانت من هنا اختار secondary، اوكي؟ طيب تعالوا نعمل ريكاب. احنا قلنا ازاي نعمل كومبوننت، وقلنا ان الكومبوننت ممكن نعمل له variants يعني انواع زي مثلا primary و secondary. في الباتنز ممكن نعمل له properties، اتعلمنا ازاي نعمل boolean property. طيب تعالوا نتعلم property جديدة اسمها text property، اوكي؟ لما ندوس هنا هنلاقي حاجة طلعنا اسمها text property. text property دي معناها ايه؟ معناها ان احنا ممكن نعمل من السيتنجز بتاعه الكومبوننت ده ان احنا نغير التكست من بره، نغير التكست في الانستنس من غير ما نغير في البتاع الرئيسي، او من غير ما نقعد ندخل جوه كل انستنس نغير التكست لوحده، عشان احنا لما بنغير جواه احنا ممكن نبوظه من غير ما نقول. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ تعالوا نعمله الاول. زي ما قلت لكم افضل طريقه شرح هي ان انا اوري على طول او ان انا اوريكم امثله، فتعالوا نعمله بنفسنا. هندوس على التكست بتاع ليبل ده، اوكي؟ وهسميها مثلا، لما ادوس عليها هلاقي ان الكلمه ظاهره لي هنا، انا ممكن اكتب فيها اي حاجه view card. انا ممكن ادوس هنا على العلامه دي وهعمل apply variable او property علامه البلس زي ما وريتكم قبل كده يعني، اوكي؟ وهكتب مثلا ان ده ليبل، اوكي؟ والفاليو بتاعتها مش تفرق الفاليو اللي هو هيحطها في الكومبوننت دايما بتطلع في الاسيتس. وسحبت واحده، فانا عندي هنا ليبل ومكان اغير فيه كلمه، هي دي التكست بروبرتي. ممكن اغيرها هنا اخليها مثلا add item واقفل دي واخليها secondary. اوبس انا ما زودتهاش هنا،
اوكي، فانا بغير من هنا. ليه بقى بغير من هنا وايه لازمتها التكست بروبرتي دي؟ لازمتها ان انا بضمن ان انا ما بلعبش في الديزاين بالغلط واغير الحجم، اغير الخط، اغير المسافات، لان ده بيحصل كتير جدا وهيحصل لكم كتير جدا وانت بتشتغل غصب عنك. هتلاقي ان انت غيرت حاجات صغيره من غير ما تقصد، فبدل ما نلعب في الكومبوننت ذات نفسه او نلعب حتى في الانستنسز، لا انا بغير من هنا. انا بكتب هنا الحاجه، اكتب اللي انت عايزه كده. انا ضامنه ان الخط ما اتغيرش، ان انا ما غيرتوش بالغلط، ان انا ما عملتش اي حاجه غلط فيه. فاحنا كده اتعلمنا البوليان بروبرتي والتكست بروبرتي، وطبعا عارفين الفاريانس. في حاجه تاني، في حاجه اخيره اسمها انستنس سواب. تعالوا اعلمكم هي عباره عن ايه، بس اظن المثال الاحسن ان انا اعلمكم عليها هو الكارت مش البutton. فانا على السريع هعمل كارت كومبوننت بنفس الطريقه اللي انا علمتها لكم، وهوريكم ازاي احنا نعمل انستنس سواب. طيب انا عملت دلوقتي كومبوننت صغير قوي لكارت، اوكي، وعملت له هنا بروبرتي ان انا ممكن اغير الاسم وممكن اغير السعر. اوكي، ايه اللي ناقص بقى؟ طيب فلنفترض، انا عارفه ان ده مش موجود في الديزاين بتاع طلبات، بس انا عشان اوريكم المثال، انا عايزه احط بutton هنا، عايزه ازود زرار في الكومبوننت ده، بس مش عايزه اعمل زرار من الاول، انا عايزه الزرار ده اللي احنا لسه عاملينه. اوكي، فانا هسحب انستنس منه، انا مش عايزاه بالسعر والحاجات دي، عايزاه بليبل بس، وهسميه مثلا ات. اوكي، وهحطه هنا. اوكي، انا علمتكم ازاي نعمل اوتو لاي اوت قبل كده، وهعمل له فيل، وهخليه كمان، اخليه سكندري. اوكي، انا حاساه كبير شويه، لا اخليه برايمري. اوكي، واعمل له هنا كده. انا دلوقتي عايزه ان انا اعرف اغير الزرار ده من بره هنا، عايزه اخليه اعمل سويتش ما بينه وما بين البرايمري، اغير احط سعر، ما احطش سعر زي ما احنا قلنا قبل كده. هل ينفع احط instance جوه component؟ يعني ده component، اوكي، وده component. هل ينفع احط component جوه component؟ ينفع. انا دلوقتي حطيت instance من الكومبوننت ده، حطيت instance من البutton، شايفين العلامة هنا؟ ده instance مش البutton الرئيسي، ده instance، ده مجرد مثال منه، وده component رئيسي. فانا ممكن ادوس على علامة البلس دي وادوس على nested instance. اوكي، nested يعني حاجة جوا حاجة، فادوس عليها هيقول لي اختار انا طبعا مش حاطه غير حاجه واحده، هي ظاهره لي هنا. ممكن يبقى عندك لسته كبيره لو حاطط كذا كومبوننت، فانا ادوس عليها بس خلاص، انا كده عملت انستنس سواب. لما اشوف المثال بقى بتاعه هنا، هلاقي عندي هنا الليبل والبرايس، دول انا عملتهم زي ما وريت، وهلاقي هنا ظهر عندي كمان بutton. البutton اللي هو الكومبوننت ده، بس ظاهر عندي جوه الكومبوننت التاني. وبصوا هنا في كل البروبرتيز اللي انا عملتها قبل كده، فانا مش محتاجه اعملها تاني. شايفين؟ وممكن اغير كمان الكلمه دي. طبعا هو هيبقى صغير قوي، المساحه صغيره قوي، ممكن اخليها انا نسيت ازود هنا property للرقم ده، فعارفين هنزودها فين؟ اكيد مش هنزودها هنا لان هي مش موجوده هنا، هو ده instance من الزرار ده. فاهمين حاجه؟ يعني ده مثال من حاجه تانية، ده instance component البطن موجود جوه component الكارد. فانا لو عايزه اغير اي حاجه في component البطن، لازم اروح للكومبوننت property للرقم ده. اوكي، فانا همسكه واروح هنا واعمل كده وهكتب number. اوكي، فارجع تاني هنا للانستنت. في الانستنت ظهرت هنا، ممكن اكتب اي رقم انا عايزاه. اوكي، فهي خلاص ظهرت عندي هنا. اوكي، بس شغال زي ما هو. هروح بقى في الانستنس بتاع الكارت اللي هو فيه انستنس من البطن، هلاقيه برضو هنا ظهرت لي. اوكي، 12 17. وممكن اخفيها، وممكن اصلا اعمل الانستنس ده كله اعمل له boolean property. يعني ممكن هنا في الكارد، اوكي، اقول له على البutton احط له boolean، اقول له show button. اوكي، يبقى انا كده عندي هنا في الكارت كومبوننت ده عندي ايه؟ عندي الليبل، وعندي برايس، وعندي ممكن اشيل البطن خالص ما اظهروش، وممكن اعمل اوكي يظهره. لما اظهره هلاقي كل التفاصيل بتاع الكومبوننت التاني، هلاقيها كلها ظهرالي. انما لو خفيته طبعا مش هشوف اي حاجه بتاعته لان انا خفيت. انا عارفه مره تانية ان لما بتسمع الحاجة لأول مرة بتحسي ان هي معقدة شوية، بس انتوا لو فتحتوا فيجما وجربتوا تعملوا الكلام ده النهاردة، بالذات النهاردة، هتلاقوا الموضوع سهل جدا. الهوم ورك بقى او الواجب بتاعكم ان انتوا تعملوا لي الكارت ده بالظبط. اوكي، هتعملوا حاجتين، 2 كومبوننتس معقدين. اوكي، اول كومبوننت تعملوا باتن كومبوننت زي ده، يكون في
variant اوكي على الاقل 2، يكون في property boolean property اللي هي حاجه تخفيها وتظهرها، يكون في text property ان انت تغير، يكون في variant property اوكي ان انت تختار انواع من البutton، يكون في text property ان انت تغير التكست من على جنب، ممكن تعمل كذا واحد يعني مش واحد بس، ممكن كمان ده اصلا السعر كمان ممكن نعمله property خليه يسميه price، ظهر لنا عادي 12 خاص ونعمل لما تعملوا كده بكل البروبرتيز اللي على جنب دي والفاريانتس، نعمل cart component في instant، يكون في nested instance اوكي، يكون في ان نفس اللي عملته ده هتشوفه هنا جوه الكومبوننت التاني. عارفه الموضوع ممكن يكون صعب شويه، بس انا واثقه فيكم ان انتوا تعرفوا تعملوه. لو عملتوه وحطيتوه في ستوري على انستجرام ما تنسوش تعملوا لي منشن في الستوري، وانا هعملها ريبوست عندي وانا اشوفها واعملها ريبوست عندي. طيب انا لاحظت برضو ان انا ما بعرفش ادوس على الزرار لو انا ما اخترتش حاجه من الاوبشنز، يعني الزرار ده ما بيدوسش عليه، شكله مختلف عن الزرارين اللي احنا عملناهم اوكي. هو ما ينفعش يدوس عليه كده كانه disable اوكي، كانه disable يعني ما ينفعش يدوس عليه بالانجلش، اسمها disable. ده ينفع يدوس عليه اوكي، يعني بالانجلش بيقولوا عليه enabled يعني ينفع يدوس عليه. ولاحظت برضو حاجة غريبة خالص، احنا لما بندوس على زرار لما بندوس عليه كده، تعالوا ندوس عليه بالراحة نشوف هيحصل ايه. بصوا شكله بيكون شكل تالت بقى، يعني في الزرار انا خدت سكرين شوت وانا دايسه عليه. لو فتحتوا اي ابلكيشن عندكم في الموبايل وعندكم زرار برايمري، لما بتدوسوا عليه ما تسيبوش تدوسوا على طول، دوسوا كده اعملوا هولد، هتلاقوا ان في شكل كمان تالت ظاهر. الشكل ده في طلبات ده شكله وهو مضغوط عليه كده، يعني كأنه وهو pressed كده او مضغوط عليه نسميه pressed اوكي، نسمي الحالة دي pressed. فهو في 3 حالات من الزرار البرايمري، بس في منه 3 حالات، في منه disabled و enabled و pressed اوكي. فاحنا دلوقتي عندنا نوعين اللي هو البرايمري والسكندري. لاحظت برضو ان البرايمري بيجي ب3 حالات اللي هي اسمها بالانجلش states disabled و enabled و pressed، والسكندري بيجي بحالتين بس، بيجي عندي enable هنا اوكي، وبيجي pressed لما اضغط عليه، بس هو عمره ما بيكون disabled عشان هم عايزيننا على طول نعمل add للايتمز يعني. طب انا دلوقتي عايزه احط الحالات دي بتاعه الباتن ده في نفس الكومبوننت اللي عندي، انا مش عايزه اعمل كومبوننت جديد، يعني مش هنعمل كومبوننت جديد، هو نفس الباتن، فمش هنعمل كومبوننت جديد، هنزود بس الستيتس دي او الحالات دي. تعالوا نوسعه كده شويه الكومبوننت ونزود واحد، بدوس على زرار Alt او Options في الكيبورد، او ممكن امسك الكومبوننت كله من بره وادوس على علامه البلاس دي، بس انا بحب اسحبها كده عشان تبقى مترتبه بالطريقه اللي انا تعجبني اوكي. تعالوا في الاول نحط اسمه ده اسمه enable. عايزين بقى نعمل disable. هو انا اول لما قررته هو سمهولي variant 3 لا، بس هو ده primary، هو مش جديد، هو مش variant جديد، هو primary، فانا هسميه primary من هنا، اختار اسمه primary. طلع لي على طول المسج دي بيقول لي ان في conflict، ان في مشكله. ايه المشكله؟ ان في 2 variants من الكومبوننتس ده ليهم نفس الاسم، وده حقيقي. شايفين هنا بيظهر لي primary و secondary بس، primary secondary بس. انا دلوقتي عايزه اعمل لسته جديده كده هنا على جنب، يكون فيها drop down menu برضو كده، بس بدل primary و secondary اختار enabled ولا disabled ولا active اوكي. تعالوا في الاول نعمل الديزاين بتاع الديسيبلد. فانا همسح السعر والرقم عشان هو ديسيبلد كده مش بيكون فيه اي انفورميشن خالص، وهغير لونه والديزاين هغمق شويه اوكي. ده الديزاين. وبعد كده في طريقتين، يا اما وبعد كده همسك الكومبوننت من بره وادوس على علامه البلس دي تاني واعمل create new variant اوكي. احنا المره اللي فاتت احنا عملنا تكست وعملت بوليان وعملنا variant دي لما كنا بنختار primary و secondary، فانا عايزه واحده كمان شبهها دروب داون كده، فهدوس على variant دي تاني، بس هنا بقى هسميها states اللي هي الحالات بتاعتها، وادوس create property. فانا دلوقتي بقت عندي واحده كمان هنا، من اول واحده هسميها هنا enable، وتاني واحده اللي هي ال disable دي هسميه disable. بصوا بقى لما امسك الانستنس، فانا لما بمسك الانستنس عندي هنا البرايمري
primary secondary اللي احنا كنا عاملين، وعندي الجديدة بقى بتاعتي اللي هي الستيت enabled و disabled. بغير ما بينهم برضه، يعني ممكن اغير بين ال enabled و disabled، وهنا الفاريانت ذات نفسه اصلا كله ممكن اغيره للسكندري. تعالوا نعمل واحدة كمان هنا state كمان اسمها active، اللي هي لما ندوس على الزرار، او ممكن تسموها pressed برضه لو دي واضحة. برضه هكرر نفس الشكل ده الاولاني، وهقلد الديزاين، هو تقريبا نفس الديزاين، هو بس الفرق الوحيد ان لونه اغمق، ما بيكونش فيه رقم. يعني انا دورت بصيت على الابلكيشن كله ما لقيتش ان فيه رقم، بس هسيبه كده. وما تنسوش هنا في الستيت نغير الاسم، عشان بصوا عامل لي برضو كونفليكت. يعني انا لما بمسك البطن، لو انتوا شايفين المسج دي يعني اوعوا تسيبوها، دي معناها ان في اتنين ليهم نفس الاسم او نفس الحاجات، ودي برضو enabled، فمش هينفع الاتنين يبقوا نفس الاسم. هي دي برضو، هو ده enabled برضو بس ده secondary، ففي حاجة مختلفة. اوكي، فلازم يبقى حاجة منهم مختلفين، ما ينفعش الاتنين يبقوا primary و enabled، هيتلخبط مش هيعرف يختار. اوكي، ففي الستيت دي هنغيرها خليها press او active، هي نفس هنا بقى بصوا بقى هنا ممكن اختار disable enable disable، اغيرهم بقى ايه. تعالوا نعمل نفس الكلام للبutton السكندري. زي ما قلت الزرار السكندري برضو في منه pressed او active لما حد يدوس عليه، فتعالوا نعمله الستيت دي كمان. هنسميها هنا، مش هنسميها، هنختار بقى من الليست عشان احنا عملناها قبل كده، هنسميها pressed او active. ونشوف الديزاين هنا، هي رمادي شوية. اوكي، هنعملها رمادي شوية، الاسود نخليه رمادي غامق، والتكست رمادي افتح شوية. اوكي، هل في disabled؟ ما فيش منه disabled. اوكي، يبقى انا كده عندي 2 variant. اوكي، primary secondary، كل البرايمري فيه منه enabled disabled pressed، والسكندري فيه منه. تعالوا برضو نعمل واحدة كمان للسكندري disabled، بس لمجرد هيبقى عندنا الدنيا كام disabled. انا هخليها مثلا كده. انا عملت كمان واحدة disabled للsecondary button عشان يبقى عندنا كل حاجة كاملة. تعالوا بقى ناخد instance من الassets من الديزاين ده، ونشوف عندنا كل حاجة كاملة ولا لا. انا عايزة الشكل عندي انا عايزة الشكل عندكم على اليمين يبقى شبه المنظر ده، يبقى هنا في variant primary secondary، وكل واحدة فيهم فيها state 3 state، ويكون في show price و show discount كده، ويكون طبعا في مكان text property تغير الارقام منه، في مكان للليب وفي enabled في عندي number. اوكي، فمش لازم كل الحاجات تبقى يعني البروبرتيز دي مش هتبقى في كله يعني. وهو press انا عندي دلوقتي انا ممكن مثلا اعمل كده واشوف بقى طيب اخر حاجه قبل ما نقفل نتاكد، فاكرين الكومبوننت اللي عملناه بتاع الكارد؟ مش كان في nested swap؟ فاكرين ان احنا ينفع نشوف الباتن فيه نغير فيه الحاجات؟ هل هيكون هو لسه جواه؟ هل كل اللي احنا عملناه ده هنا هيظهر هنا اوريدي، ولا محتاجين نغير حاجه؟ مش هنحتاج نغير اي حاجه خالص، عشان ده الزرار ده كان انستنس حاطينه جوه كومبوننت، فهو كده عمل ابديت لوحده، ودي حلاوه الكومبوننت. فبصوا هنا انا ممكن اعمل برايمري وكل حاجه ظاهره عندي، الستيتس ظاهره، ممكن اعمل كده، فكل حاجه اوريدي ظاهره عندي. وطبعا انا لو عندي سكرينز كتير خالص وفيها بutton او فيها كارد، وانا بس مش محتاج غير ان انا اقلق على الستة دول يكونوا هو الاساس بتاعي، هيعمل ابديت في كل الابلكيشن. لو غيرت اللون، لو غيرت التكست، لو غيرت البادنج، غيرت السبيسنج، غيرت شكل الديسيبلد بيبقى عامل ازاي، غيرت شكل البريست بيبقى عامل ازاي، كل الحاجات دي بنعملها من الكومبوننت. اتمنى يكون الفيديو شرح بسيط ووصلت لكم الفكره. مره تانية لازم تجربوا تعملوا الكلام ده النهارده، يعني تشوفوا الفيديو وتطبقوا الكلام ده، يا اما بجد هتنسوه. واكتبوا لي بليز كومنت رايكم في الفيديو عشان اكمل لكم سلسله الفيديوهات الجايه. اشوفكم المره الجايه، سلام.